استقرت لجنة الكرة داخل النادي الأهلي على عدم استمرار جراديشار مع الفريق بعد خروجه من الحسابات الفنية للجهاز الفني في ظل تراجع مستواه خلال الفترة الماضية وعدم نجاحه في تقديم الإضافة المنتظرة منذ انضمامه، خاصة بعد فشله في تعويض الغياب المؤثر للمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي. حسين الشحات يرفض العرض المالي الأخير من الخطيب والذي يبلغ قيمته 23 مليون جنيه، مؤكدا أنه ينتظر عرضا جديدا من نادي ليبي يقدر بمليون دولار في الموسم الواحد، مما يجعل موقفه غامضا ويثير قلق إدارة المارد الأحمر حول مستقبل اللاعب. يسعى أحمد نبيل كوكا للحصول على 20 مليون جنيه لتجديد عقده مع النادي، والأهلي يرفض رفع القيمة الحالية لعقده والتي تبلغ 15 مليون جنيه. الزمالك يجدد اهتمامه بالحصول على خدمات أحمد عبد القادر بعد فشل المفاوضات لتجديد عقده مع المارد الأحمر. نادي الزمالك يترقب الوقت المناسب لحسم الصفقة في الموسم الجديد لتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين قادرين على إحداث الفارق. استقر النادي الأهلي على رحيل مصطفى العش وسط توقعات بعودته إلى نادي الزد خلال الانتقالات القادمة، في خطوة تهدف إلى تجديد دماء الفريق وإفساح المجال للاعبين الجدد. أكد خالد الغندور في تصريحات برنامجه أن العرض الصيني أكبر بكتير من العرض المقدم من إدارة الأهلي لتجديد عقد اللاعب والذي لا يتجاوز مليون دولار في الموسم الواحد، وهو ما قد يدفع ديانج لإعادة التفكير في مستقبله، خاصة مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري. وأشار الغندور إلى أن العرض الصيني سيدخل حيز التنفيذ عقب انتهاء الموسم الحالي مباشرة بالتزامن مع انتهاء عقد ديانج مع الأهلي، ما يمنح اللاعب أحقية التوقيع لأي نادي دون الرجوع لإدارة النادي حال عدم التوصل لأي اتفاق نهائي بشأن التجديد خلال الفترة المقبلة. أكد مصدر داخل الأهلي أن قرار مضاعفة العقوبة جاء بسبب تصرف اللاعب خلال اللقاء بعدما تعرض للطرد المباشر ليضع فريقه في مأزق حقيقي ويجبره على استكمال المباراة منقوص العدد في توقيت كان الأهلي في أمس الحاجة فيه للتركيز والانضباط من أجل حسم التأهل. وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني وإدارة الكرة داخل الأهلي أبدوا استيائهم الشديد من تصرف طاهر محمد طاهر، مؤكدين أن اللاعب لم يكن على قدر المسؤولية، خاصة في مباراة إقصائية لا تحتمل الأخطاء الفردية أو فقدان الأعصاب. أكد زبيرو المدير الفني المصري للاتصالات إنه لا يعلم التوقيت الدقيق الذي غادر فيه مصطفى فوزي صفوف الأهلي، موضحا أنه عند توليه المسؤولية الفنية للمصري للاتصالات فوجئ بوجود لاعب بيمتلك إمكانيات عالية على المستوى الفني والبدني. وأوضح في تصريحاته أن مصطفى فوزي أظهر منذ اليوم الأول انضباطه والتزامه في التدريبات إلى جانب قوة بدنية واضحة وسرعة في التحرك واتخاذ القرار داخل الملعب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مستواه خلال المباريات الرسمية مع الفريق. وأضاف زبيرو أن هذا المواصفات تجعل من الصعب تفسير قرار الأهلي بالتفريط في اللاعب، مشيرا إلى أن اللاعب يمتلك مقومات التطور والنجاح في فرق القمة. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.